يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده معانا فيديو جديد يخص شاشات الاندرويد وخصوصا الشاشه تي اس 18 وتي اس 7 تي اس عموما يعني. عندنا الشاشه دي الزراير اللي في الجنب دي مش شغاله خالص، ولا بتعلي ولا بتوطي ولا اي حاجه خالص. النهارده هنشوف ازاي نقدر نعيد ضبط المنطقه دي من الشاشه عشان الزراير ترجع تشتغل معانا مره تانية. طبعا دي اول خطوه. هنعمل الخطوات كلها مع بعض واحده واحده. اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو اول مرة تتفرج عليا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك تنبيه بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله. وخلينا نبدأ على طول. اول حاجة هنعملها احنا هندخل على الاعدادات، ومن الاعدادات هندخل على فاكتوري. هيطلب مننا الباسورد، هندخل الباسورد 1 2 3 4 5 6. ندوس كونفيرم. هننزل على تاتش اريا وندوس عليها. هيطلع لنا شاشة زي ما احنا شايفين كده. هنختار ستارت، وبعد كده نبتدي نختار بقى كل الوظائف. نختار الزرار اللي بيعلي، اللي بيوطي. اول ما انت بتختار عليها بيجيب لك الوظيفة اصفر لغاية ما انت تدوس على مكان الوظيفة عشان يقلب رصاصي لما تختار. بعد كده الهوم، نختار الهوم. بعد كده الباك، نختار الباك. بعد كده نختار الباور، وندوس اند عشان يحفظ الخطوات اللي احنا عملناها. كده هو عمل الخطوات. لو جربنا كده بيعلي، كده بيوطي، كده بيرجع باك، كده بيجيب الهوم. لو علقنا ايدينا كده طفى الشاشة. وطبعا الزرار ده بيعمل الميوت. كده الزراير كلها اشتغلت وبقت تمام. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو أول مرة تتفرج عليا يا ريت تعمل اشتراك للقناة. وما تنساش تفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها إن شاء الله. شكرا.